بتقدر تشفط لي الهواء من الاكياس زي اكياس البن، الشاي، الخضروات، الفاكهه، الحلويات، الاسماك. بتشفط الهواء منه عشان تقعد فتره طويله للتخزين او التصدير عندي. طبعا انا كيس مقرمشات اهو، عايز اشفط الهواء منه اهو زي ما انتم شايفين. كل ما عليا ان انا احط الكيس على مسطره اللحام اهوت، اظبط الكيس على المسطره اثبته. ماكينه سهله وبسيطه جدا، مش محتاجه عماله مضربه ان اي حد يشغلها. ثبت الكيس على مسطره اللحام واقوم دايس اهو، واقوم ضاغط على الباب كده زي ما انتم شايفين. طبعا تقدر تشفط لي الهواء من جوه الكيس على جميع المنتجات الغذائيه عشان تقعد فتره طويله للتخزين او التصدير، منه بن وشاي واسماك وفراخ ولحوم واسماك ورنجه. كل حاجه بتشفطها عشان تقعد فتره طويله للتخزين او التصدير اهو. مفيش اي هواء جوه الكيس اهو. ماكينه فاكيوم